صراحةً. وأول حاجة دارها علّق الشماعة ديال الهزيمة ديالو ديال الفشل ديالو في إدارة المباراة، علّقها في الجماهير المغربية، واتهمهم أنهم كيساندو خصوم المنتخب ديالو، يعني كيساندو السنغال. لما نهضروا على هاد النقطة هادي، المغاربة هما حرين يشجعوا اللي بغاو، يشجعوا أي فرقة يحبوها. حنا أي فرقة كنحبوها كنشجعوها عادي، شنو هو المشكل؟ في نفس الوقت بدا كيقول شي تصريحات غريبة وعجيبة: حنا مصر، حنا أم الدنيا، حنا الفراعنة، نحن أسود العالم، نحن أسود أفريقيا، نحن عندنا 7 الألقاب، نحن. ما فهمتش علاش هاد الهضرة كلها. مو ضروري، يعني خصك هاد الهضرة اللي بغيتي تقولها على الأقل تقولها في بلادك في مصر، ولكن تجي حتى للمغرب وتقول نحن عندنا تاريخ ولا حنا عندنا هذا. حتى حنا عندنا تاريخ، حنا ما نهضروش على التاريخ ديالنا، حتى حنا عندنا تاريخ. المهم ماشي ضروري، لان هذا مؤتمر كيهضر على كيخص كل ما هو رياضي. هضر على المشاكل اللي لقيتيها في الملعب، هضر على الطريقه باش لعبتي، هضر على شنو هزمتوا، اشنا هما السبب، اشنا هما نقاط الضعف ديالكم، اشنا هما. هذا هو الاساسي اللي كان عليك تناقش هذاك المؤتمر. اما ماشي باش تبدا تهضر على كانك انت اسطوره الزمان، ولا انك انت ما عرفت شكون انت ولا. صراحه داك الاستجواب، حتى داك الرد ديالو صراحه، حتى بعض المصريين والله ما عجبهمش الحال، لان حنا كنحبوا المصريين وكنحترموهم وما كنعمموش. ولكن بحال هذا النوع، بحال هاد الطريقه، كيبين على واحد الحقد وكيبين على واحد الغل، هذه راه باينه. لانك انت ماشي ضروري تقول بحال هاد الهضره وتهاجم الجمهور المغربي. واصلا كانوا كيديروا شي حركات، كيديروا زعما 7 الالقاب، كيديروا 7 الصباع بحال هكا، زعما راه ربحنا 7 ديال الالقاب. اسيدي بصحتك، شكون قال لك؟ حنا بينا غير لقب واحد، حلالا طيبا وبارك علينا، فهمتي؟ ما كنهضروش حنا على دوك 7 الالقاب ولا. واخا راه كلشي باين وكلشي معروف وكلشي كيفاش كنتو كتاخذوا دوك 7 الالقاب. المهم، من بعد ما عندهم دابا عندهم واحد المباراة ديال الترتيب، خصهم يلعبوا مع نيجيريا. غادي يلعبوا مع نيجيريا، غنشوفوا عاوتاني في داك المؤتمر الصحفي كاينين فيه مصريين وكاينين فيه مغاربه وداك الشيء. كاين واحد المغربي عطاه واحد السؤال يعني عادي، قال لي كيفاش زعما داك الرد اللي درتي وهذا، وقلتي ان 7 الالقاب. الناس لا، العالم كامل عارف 7 الالقاب، ولكن بزاف الناس غادي يدخلهم الشك على هاد 7 الالقاب. المهم واحد السؤال، عطاه واحد السؤال عجبني فيه، سؤال زوين عادي. هو ما عجبوش الحال، بدا كيتعلتم وما باش يجاوب، وقال لك ما غاديش يجاوب المهم نتوما كيبقى فيكم الحال، اي واحد دار لكم شي حاجه كيبقى فيكم الحال. وحنا اللي جالس في وسط بلادنا وكتهضر على الالقاب وتهضر على 7 الالقاب وكتهضر وكتقول ان زعما حنا ما عندنا التلقب، عندنا حنا زعما من شحال من عام. وكاين واحد الصحفي تماك في وسط منهم بدا كيدير بحال هكا وكيقول: وانتم راه ما عندكم حتى شي لقب 50 عام هادي. هكا كيهضروا زعما عاديين واخدين راحتهم كيقولوا اللي عجبهم. ولكن فاش جا الصحفي المغربي سولو سؤال عادي، قال لي انا ما غاديش نجاوبك. شفتي؟ دابا هما كيشوفوا المغاربه كيتعاملوا زوين مع الناس، مع البراني، مع عندنا واحد الشيء ديال الاحترام، بنادم بيطلع لينا فوق راسنا. ولكن حنا الا نضنا راه ما غاديش تقدوا علينا. هادشي بعدا نديرها لكم في راسكم. المهم، ما عليناش. المهم داك المؤتمر الصحفي، وهما يخرجوا الصحفيين كلهم نتاع مصر، قال لك زعما ما تعاملتوش زوين، ما احترمتوش المدرب، والمدرب ديالكم ما احترمش مجتمع كامل، ما احترمش المغرب كامل، ما احترمش حتى دوك الجماهير اللي كانوا كيشجعوكم في اكادير حتى طلعتوا من دور المجموعات، وانتم براسكم عرفتوا بان المستوى ديالكم ماشي زعما ماشي في المزاج، ماشي فسميتو الجمهور كان كيساندكم حتى طلعتوا من دور المجموعات. من بعد لا، خصنا حتى حنا عندنا فريق ديالنا، خصنا نساندوه. ومن هذا المنبر كنتمنى ان شاء الله كاس افريقيا تبقى هنا في المغرب ونربحوها ونفرحوا ان شاء الله، ولا عزاء للحاقدين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حنا راه كاينين المصريين اللي كان كيبغونا وكنبغوهم وكيحترمونا وكنحترموهم صراحه، ما يمكنش نعممو. ولكن هذا السيد بان لي بحال تكرغل، لانه اصلا فاش خرجت الجزائر لعبت مع نيجيريا انهزموا، خرجوا عوض ما يهضروا على داك الطريقه ديال اللعب ديالهم، كيفاش نهزموا وكيفاش نيجيريا حقراتهم وكيفاش خرجوا الشماعه على المغرب، على القجاع، على نفس الشيء اللي دار هذا السيد هذا، نفس الشيء. ايوا كنتمناو، المهم كنتمناو انسان شويه يدير عقله شويه يكون
زعما يترقى شويه بنادم الا كان بحال هذا النوع، يترقى شويه، لاننا كلنا كنعرفوا نهضروا، كلنا كنعرفوا سميتو، ولكن حنا كنحترموا الناس وكنحترموا الضيوف. ويا ربي ان شاء الله يفوز المنتخب المغربي ان شاء الله على السنغال وندوا الكاس. وهذا الشيء اللي كيهمنا حنا، خصنا اللي كيهمنا هو المنتخب الوطني ديالنا، وما كيهمناش حنا اي واحد قال شي حاجه. ولكن حنا هضرنا على هذا الشيء لان التصريحات ديالو فعلا داروا ضجه وحتى في مصر، وكاين بزاف ديال الناس في مصر ما عجبهمش التصريحات ديال المدرب ديالهم.